الاحمد يا بلدي ده عجل ونص مذبوح اتباع كله. عارفين ليه؟ عشان الاحمد ينضف لحمي. الله اسطوره. عارفين اللحمه دي لو الكيلو بقى ب 300 جنيه الشعب برضه هياكلها. ارخص حاجه. الجزارين النهارده كانت زحمه، الناس تطلع تقول لك اللحمه غاليه غاليه، برضه مفيش فايده في الشعب. الشعب برضه هياكلها. الشعب نطلع نقول اللحمه غاليه، الشعب ما يجيبها، الشعب برضه هياكلها. ابص على الجزارين النهارده الاقي المحلات كلها مليانه. فين اللي اقول لك اللحمه غاليه على الفقير؟ الشعب برضه هياكلها برضه، مفيش فايده. مفيش فايده على الشعب. تقول اللحمه غاليه ب 300 ب 230، يقول لك اللحمه غاليه برضه الشعب هياكلها. ايه اللحمه ب 300 جنيه؟ ما برضه الناس هتاكلها. اما لو الناس تبطل وقت اللحمه هتنزل. كان الناس عماله تاكل كل يوم. ايه لحمه بلدي لو بقي ب 300 جنيه بس 230 الشعب هتاكلها. هنا ب 230 لحمه بلدي، ولا 270 ولا 280 230. اللحمه في مصر 290 و 300 جنيه، هنا 230 بلدي. واللحمه بلدي صح. اللحمه دي بلدي لو بقت ب 300 جنيه الشعب هياكلها برضه. شكرا. كنتم مع نجم مصر الاسطوره. بس انا احب اعرف حاجه للناس. اطلع اقول ان الحاجه غاليه، الحاجه غاليه، والشعب بيشتري برضه اللحمه اللي بقت ب 300 الراجل بياخدها. وان شاء الله العلف هينزل. ما العلف كده كده نازل، العلف كده كده نازل. وانتظروا الجديد في رمضان من الاسطوره. اللحمه دي في رمضان هتبقى 120 جنيه. كنتم مع نجم مصر الاسطوره. الاسطوره اللي ملوش خير في الاسطوره ملوش خير في مصر. وتحيا شعب مصر، وتحيا جيش مصر، وتحيا فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العالي للقوات المسلحه. تحيا مصر.